وقفنا الحلقه اللي فاتت عزيزي المشاهد لما قائد العفاريت اللي كان مع البت نوسه اتطور وتحول لكائن غريب جدا. لا ومش بس كده عزيزي المشاهد، مش بس كده يابا، ده البت نوسه اتكلمت مع تنين النار الاسطوري عشان تساله ايه الكائن اللي قائد العفاريت اتحول له ده، وتنين النار الاسطوري لما جالها وشاف الكائن ده معرفش هو ايه اصلا. لا ومش بس كده عزيزي المشاهد، ده لسه فيه مفاجآت كتير قوي. دي البدايه، دي لسه احنا بنسخن. ده اتضح كمان ان الكائن دوت بيعرف يستخدم عناصر السحر الاربعه بالصلاه على النبي. لا ومش بس كده عزيزي المشاهد، وكمان عزيزي المشاهد بنعرف احنا والبت نوسه في الحلقه اللي فاتت ان الاسماء في العالم دوت ليها قوه جباره، يعني بالصلاه على النبي اي حيوان او اي كائن سحري او اي وحش اسطوري البشر بيسموه الاسم دوت بيديله قوه جباره وبيزود من قوته قوي 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 عزيزي المشاهد. لا ومش بس كده عزيزي المشاهد، ده لسه في مدعكه واسرار كتير جدا في انمي البت نوسه. والله يا ابو علاء عايزك تدلعني. اي حد بيدي وحش اسطوري او حتى وحش عادي اسم بيتعمل ما بينهم عهد واتفاق عزيزي المشاهد، وبيفضلوا كده متلازمين وعايشين مع بعض طول الحياه. وبنشوف البت نوسه بتدي اسم للكائن الاسطوري دوت وبتسميه شينكي عزيزي المشاهد، بس انا بصراحه ربنا مش عاجبني اسم شينكي دوت، فانا هسميه علاوي، يعني بعد كده هنادي الكائن ده كلنا عزيزي المشاهد علاوي حبيب قلبي ابو حسين. ده غير ان البت نوسه بتدي اسم لوحش اسطوري تاني وهو الطفل اللي عنكبوت الصقيع ولدته عزيزي المشاهد. المشكله بقى الانيل ان غير ان عنكبوت الصقيع دوت من الوحوش الاسطوريه اللي بتعرف تستخدم السحر بالصلاه على النبي، ده كمان لون اسود عزيزي المشاهد، واللون الاسود في العالم بتاع البت نوسه بيحمل قوه جباره. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع البت نوسه والوحوش السحريه اللي عمال توزع على امها اسماء من الصبح ديت عزيزي المشاهد؟ ده يابا اللي هنعرفه في الحلقه بالصلاه على النبي. بس قبل ما نخش في الحلقه كالعاده مش هوصيك، انا عايزك تنزل تعمل مع زرار اللايك الهونجا بونجا. انا والله كنت ناوي انزل انمي تاني وابدا في انمي جديد، بس لقيتكم بتحبوا البت نوسه فقلت اما اروق على فخادكم واهبطكم حلقه من حلقات البت نوسه. انا عايزك تنزل تعمل مع زرار اللايك كل الحاجات اللي بتيجي في خيالك المريض عزيزي المشاهد، واحترم نفسك يا عزيزي، احنا في رمضان، بلاش تتخيل دلوقتي، تخيل بعد الفطار. وطبعا زرار الاشتراك انا مش هقول لك تعمل معاه ايه. ترى يا معلم انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ خلصت عزيزي المشاهد وعملت الهونجا بوجا مع زرار الاشتراك وزرار اللايك، يلا بقى بينا نخش على الحلقه. وبتبدا الحلقه بتاعتنا عزيزي المشاهد والبت نوسه قاعده بتتكلم مع ابوها بالصلاه على النبي، وبتقول له بص بقى يا حاج، بما انك رئيس وزراء كده وواحد مالي مركزك قد الدنيا، فانت اكيد يا حاج عارف ان في مشاكل بين مملكه البشر ومملكه الوحوش، وعارف برضو ان البشر دولت منهم لله ربنا يبتليهم بنصيبه بيضطهدوا وبيفتروا على الوحوش السحريه والوحوش العاديه. فابو البت نوسه بيتكلم وبيقول لها عارف والله يا بت نوسه ان في مشاكل كبيره جدا ومش عارفين نحلها ازاي، والله جربنا كتير بس مش عارفين يا بت نوسه. فالبت نوسه بتقول له طب واللي يحل لك المشكله ديت يا عم الحاج ويجيبها لك في شوال بالصلاه على النبي تعمل له ايه؟ فالبت نوسه بيقول لها يا بت نوسه انا هديله اموال واديله فلوس وهظبطه واروق على فخاد. فالبت نوسه بتقول له لا يا عم الحاج انا مش عايزه فلوس خالص. فالبت نوسه بيقول لها امال عايزه ايه يا بت نوسه؟ بتقول له يا بابا انا عايزه احلى حاجه في الدنيا. انت عارف يا بابا احلى حاجه في الدنيا ديت ايه؟ وطبعا عزيزي المشاهد انا عارف خيالك المريض راح لفين، احلى حاجه في الدنيا مش النسوان عزيزي المشاهد، احترم نفسك عزيزي المشاهد، احنا في رمضان يابا. وطبعا بما ان في بنات بيتفرجوا على الفيديو دوت فانتوا حلوين والله وكل حاجه، بس انا قصدي في حاجات في الدنيا حلوه، يعني رضا الام ورضا الاب ورضا ربنا. والله انا كان نفسي اقول ان العلم والتعليم احلى حاجه في الدنيا والله، بس المذاكره معلمه على قفايا. فالمهم عزيزي المشاهد عشان ما نخرجش بره موضوعنا، شفت عزيزي المشاهد خيالك المريض ودانا لفين؟ احلى حاجه في الدنيا يا جماعه رضا ربنا ورضا الام والاب. وانتوا بنات مش عايز اي واحده فيكم تزعل مني، ده على راي المثل يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات بالصلاه على النبي. والبت نوسه بتكمل وبتقول لابوها احلى حاجه في الدنيا يا بابا هي الحيوانات المنفوشه اللي زي العسل الكيوت دي، فانا يابا لو حليت لك المشكله دي بالصلاه على النبي انت تسيبني اجيب حيوانات في الباب براحتي والعب براحتي وبرتع في الدنيا كلها. فبابا بيقول لها انت هتستهبلها يا بت نوسه، انت كده كده مبرطعه وخاربه الدنيا، ده انت عامله عقد يا بت نوسه مع تنين النار الاسطوري اللي هو اصلا مش وحش اسطوري عادي، لا ده كمان واحد من قاده الوحوش الاسطوريه، وعامله عقد ومسميه الواد علاوي، وعامله عقد مع عنكبوت الصقيع والنمر لارس اللي هو وحش اسطوري بيحبك، وقائد التنانين العاديه مش الاسطوريه بصراحه ربنا بيحبك برضه، وعندك كلب وعندك قطه وخربه الدنيا كلها. بتقول له مش كفايه يا عم الحاج، انا عايزه حيوانات وعايزه وحوش سحريه اكتر من كده، احل لك المشكله وتسيبني اجيب وحوش كتير في البيت بما يرضي الله، ولا اسيب لك كده مملكه البشر مع مملكه الوحوش يقعدوا يحاربوا ويفشخوا في بعض وبرضه هجيب وحوش سحريه البيت. فابو البت نوسه بيقول لها ربنا على الظالم والمفتري، قول يا بت نوسه قول هتحل المشكله ازاي؟ بتقول له بص بقى يا عم الحاج بالصلاه على النبي، هنشوف منطقه كبيره جدا فاضيه وتكون خاليه من المخلوقات وخاليه من البشر، وهنعمل حوالين المنطقه دي كلها بابا سور كبير بالصلاه على النبي، وطبعا
الوحوش هناك هتتجوز وعددها هيكتر. فلما الوحوش بقى دي تتجوز وتكتر هنحول المنطقه ديت لمنطقه تدريب للمغامرين والفرسان بالصلاه على النبي. وطبعا يا بابا بما ان انا دماغي لولبيه وذهبيه انا ما نسيتش الجانب الاقتصادي والعائد المادي من الموضوع ده. ما اكيد يعني المملكه مش هتعمل المشروع ده كله لله وللوطن. نقابه المغامرين ونقابه الفرسان هتدفع فلوس عشان تخش المنطقه ديت وتتدرب مع الوحوش السحريه والوحوش العاديه بالصلاه على النبي. ده غير ان قبل المنطقه ديت هيتفتح محلات كتير بتبيع المعدات وبتبيع الاسلحه وبتبيع الاكل وبتبيع حاجات كتير قوي. يعني تقدر كده حاج تقول ان احنا هنعمل منتجع سياحي او كومباوند كبير بالصلاه على النبي. فالبت نوسه بيقول لها فكره جامده جدا يا بت انوسه والله، بس في حاجه كده ممكن الوحوش العاديه او حتى الوحوش السحريه اللي في المكان تموت واحد من المغامرين او واحد من الفرسان اثناء التدريب بالصلاه على النبي. فالبت نوسه بتقول له يا عم الحاج مش انت قلت ان في الطبيعه البقاء للاقوى؟ وبعدين المشروع دوت مميزاته كتير جدا يا عم الحاج. اولا الوحوش هتلاقي مكان تعيش فيه بامان وبسلام. ثانيا الوحوش هتقوي من مهاراتها السحريه وهتقوي من قدراتها في التدريب اللي هيحصل. ونفس الكلام البشر هيقدروا يقووا من قوتهم السحريه ويقووا من مهاراتهم في التدريب المشترك اللي هيحصل مع الوحوش. ده غير ان بالصلاه على النبي المملكه هتستفاد فلوس كتير قوي. ده غير يا عم الحاج ان في محلات هتفتح وابواب رزق هتتفتح كتير قوي للناس بالصلاه على النبي. فابو البت نوسه بيقول لها والله يا بت نوسه انت عندك حق، انت دماغك دي ذريه يا بت نوسه. فالبت نوسه بتقول له امال انت فاكر ايه يا حاج؟ انت فاكرني كده قاعده او انت باكل وبشرب وخلاص؟ ده انا قاعده بفكر وبتكتك وبطلع افكار ذهبيه لولبيه بالصلاه على النبي. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. فالبت لسه بتقول له يلا بقى حاج عشان عايزين نلحق ندور على المكان الفاضي اللي هنعمل عليه مدينه الوحوش بالصلاه على النبي. ده غير ان احنا لازم ندور يابا على كل الوحوش اللي فقدت منازلها بسبب هجمات البشر عليهم، وبيطلبوا من الواد علاوي ان يجي معاهم بالصلاه على النبي. لكن الواد علاوي بيقول لهم لا انا مش هينفع اجي معاكم الاماكن بعيده زي كده يا عم الحاج انت وهي. فالبت لسه بتقول له ليه يا عم علاوي مش هينفع تيجي معانا؟ مش انت اتفقت اللي انت هتيجي معايا؟ بيقول لها لا انا كنت فاكر ان انا هاجي معاكي لحد البيت عندك اللي هو اصلا مكانه قريب من مكان كهف العفاريت، لكن الرحله يا بت انوسه اللي انت عايزاني فيها ديت بعيده قوي عن كهف العفاريت يا بت انوسه، ولو العفاريت اي حد يا بت انوسه هجم عليهم كده مش هعرف اروح انقذهم والحقهم. بس هنا الواد علاوي بيفكر في فكره ذهبيه عشان خاطر يعرف يجي مع البت نوسه. بيقول لها بص يا بت انوسه احنا ممكن نطلب من الارواح السحريه انها تحمي الكهف بتاع العفاريت بالصلاه على النبي. ده غير ان انت يا بت انوسه هتيجي معايا دلوقتي وتدي اسم الاقوى عفريت من بعدي وهو دراعي اليمين بالصلاه على النبي، بحيث ان الاسم هيخليه اقوى، فكده الارواح السحريه والعفريت دوت هيقدروا يحموا الكهف. وبالفعل عزيزي المشاهد البت نوسه بتروح معاه وبتدي اقوى عفريت من بعد الواد علاوي اسم عشان يبقى اقوى اكتر واكتر. وهنا بتكتشف ان اقوى عفريت بعد الواد علاوي هي عفريته انثى بنت يعني عزيزي المشاهد. وبالفعل البت نوسه بتاخد الواد علاوي وبتروح على نقابه المغامرين عشان يجمعوا بعض المعلومات بالصلاه على النبي. والبت نوسه اول ما بتخش نقابه المغامرين بتقابل الانسه اللي بتبقى واقفه في الاستقبال وبيبقى اسمها بيل بالصلاه على النبي. وبيل ديت بتاخد البت نوسه وبتعرفها على كل حاجه في النقابه بالصلاه على النبي. وبيل ديت بتعرف البت نوسه ان النقابه قايمه على الفلوس اللي بتجيلها من المملكه ومن الملك بالصلاه على النبي. وبتعرفها ان كل نقابه بتبقى موجوده في مدينه من المدن اللي في المملكه، والملك بيدي رئيس البلده او رئيس المدينه ديت فلوس، والفلوس ديت رئيس البلده بيعمل بيها مكافآت للمغامرين اللي متسجلين في النقابه بالصلاه على النبي. يعني مثلا رئيس البلده بيقول لهم بصوا يا اولاد عندكم مهمه انكم تقضوا على مجموعه من العفاريت، والمهمه ديت اللي هيخلصها هياخد 10 جنيه. وكده عايزين مشاهد النقابات بتاعت الصيادين قايمه ان الملك بيدي رئيس البلده فلوس ورئيس البلده بيوزعها. وفي وسط ما البت نوسه هي والبت بيل قاعدين بيتفرجوا على النقابه لقوا واحد عمال يزعق ويقول ده ظلم، ده ظلم وربنا انا مش هسكت على اللي بيحصل ده، عليا النعمه اللي تربقها فوق دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا. فالبت نوسه بتروح له وبتقول له في يا عم الحاج انت مالك كده؟ صلي على النبي وروق فيه ايه؟ وبعدين انت مين اصلا يا عم الحاج وبتزعق كده ليه؟ فالشخص ده بيبص لها كده وبيبرق وبيقول لها انت اكيد عارفه بالظلم والسرقه والحاجات اللي بتحصل في قلب المدينه. فالبت نوسه بتخاف منه وبتجري وبتقول له يا عم الله يخرب بيتك ولا عارفه ولا متنيله ولا عارفه اي حاجه فوق دماغي ودماغ اللي خلفوني. فالراجل ده بيقول لها ازاي يعني رئيس البلده يحط مكافاه 100 عمله فضيه لمجرد ان حد هيقضي على 4 عفاريت صغيرين؟ لا ومش بس كده، ده اللي خلص المهمه ديت وخد المكافاه هو ابن رئيس البلده. يعني رئيس البلده كان قاصد يحط مكافاه مبالغ فيها عشان خاطر ابنه هو اللي ياخدها. ده غير السرقه والحاجات الكتير قوي اللي بتحصل في البلده دي، ده ظلم وانا لا يمكن اسكت على اللي بيحصل ده.
وطبعا البت نوسة عزيزي المشاهد عماله تسمع منهم زي الزئرده اللئيمه، ومش معرفه اي حد من الموجودين ان ابوها يبقى رئيس الوزراء. رئيس الوزراء دوت يعني الرجل اللي بعد الملك والامير على طول، يعني يقدر يفشخ اي حد في المملكه بالصلاه على النبي. فيا ترى يا هل ترى يا عزيزي المشاهد يا حته سكره، ايه اللي البت نوسة هتعمله وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه عزيزي المشاهد. فعايزك تنزل بسرعه تشترك في القناه عشان اول ما الحلقه التانيه تنزل توصل لك اول واحد. ويا عزيزي المشاهد مش هوصيك بزرار اللايك، وعايزك كده تشير الفيديو يابا عشان اول ما نوصل 5000 مشترك هبتدي اخد انميات من اختياركم انتوا عزيزي المشاهد. وبس كده، كان معاكم نور من قناه ملخصات نور. سلام.